السلام عليكم ورحمة الله أصحاب عاملين إيه يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لو عندك فراخ صدور وراك دبابيس أي حاجة مش عارفة هتعمليها إيه ومفيش عندك وقت إن انت تتبليها، الطريقة دي جميلة وهتعجبك وسهلة وبسيطة. معانا بصلتين كبار متقطعين شرايح، هنشوحهم هنا في معلقتين زيت أو 3 معالق زيت، وهنحط عليهم رشة سكر الجميلة بتاعتنا، وهنشوحهم لغاية ما يتبلوا كده ويبدأوا لونهم يبقى ذهبي كده. دي رشة السكر بتاعتنا اهي. انا ما بعرفش اشوح اي بصل غير لما احط رشة السكر بتاعتي فيه او اي صلصة. هنا هنشوحهم حلو. تمام، هنا اتبلوا معانا اهوتي وبدأوا يصفروا. هنزل بقى هنا بفلفلتين متقطعين قطع صغيرة، انا مقطعة معاهم نص فلفلة سبايسي، مقطعة مع الفلفلتين بتوعي نص فلفلة سبايسي. هشوحهم حلو معاهم. بعد كده هنزل بفصين توم مبشورين، هيتشوحوا برضو معاهم. الطريقة دي حلوة وجميلة. لو مفيش عندك وقت ان انت تتبلي فراخ، الطريقة دي جميلة اوي وهتعجبك. بعد ما يتشوحوا هنزل بقى بالفراخ بتاعتي. طبعا الفراخ مغسولة حلو كويس ومتصفية. انا كان عندي دبابيس وعندي وركان، قطعتهم برضو لانه ما كانوا كبار، قطعتهم برضو كده. انا بحط الفراخ بتاعتي اهي، هشوحها معاهم برضو، هقلبها واشوحها معاهم. يعني هتاخد معاهم تشويحة كده وبعد كده هشيلها. هشوحها شوية حلوين كده مع بعض كده، ياخدوا ويدوا مع بعض كده بشكل ودي، وبعد كده هشيلها تاني. هحط بقى البهارات بتاعتي. بشوحهم الاول حلو وبعد كده هنزل بقى بالبهارات. هحط الملح بتاعي، هحط معلقة ملح حلوة لغاية ما اخلص حاجتي كلها، وطبعا بعد كده هدوق الملح بتاعي، لو مظبوط تمام، مش مظبوط هحط تاني. كده انا حطيت الملح. هحط رشة فلفل اسود، وهحط بهارات فراخ، وهحط رشة الكاري بتاعتي. هحط رشة كاري حلوة كده، وحطيت رشة جنزبير صغيرة. هشوحهم بقى. هيتشوحوا حلو وبعد كده هشيل الفراخ بتاعتي، وهسيب البصل والفلفل زي ما هو. هكون بقى مجهزة عندي 5 حبايات طماطم متقطعة قطع صغيرة خالص علشان هنزل بيها. يبقى انا حطيت فلفل اسود، وحطيت بهارات فراخ، وحطيت رشة جنزبير صغيرة، وحطيت رشة كاري.
تمام، والملح بتاعنا. كده انا سايباهم يتشوحوا شويه حلوين مع بعض. كده تمام بقى، هبدأ اشيل الفراخ. هشيلها بقى على جنب. عشان هنزل بالطماطم على البصل بتاعه والفلفل ده. هشيلهم بقى على جنب. هنزل بقى بالطماطم بتاعتي اللي انا مقطعها قطع صغيرة. 5 حبايات طماطم. هشوحهم برضك مع البصل والفلفل. طبعا هكون مجهزة مية سخنة هنا تشوحوا شوية مع بعض لغاية الطماطم كده ما دبلت شوية. انا بقى كنت مجهزة مية سخنة، نزلت بحوالي كوباية مية سخنة كده. هسيبها برضو بتقلب شوية. هعصر بقى ليمونتين حلوين وهنزل بيهم. هعصر ليمونتين. هشيل طبعا البذر بتاع الليمون عشان ما يمررش عندي الحاجة، وهعصرهم وهنزل بيهم. تمام. بعد كده بقى هنزل بقى بالفراخ بتاعتي اهي. كده نزلت بالفراخ. هسيبها تاخد بقى قلبة كده شوية وبعد كده ادخلها الفرن. انا طبعا هنقلها في صينية تانية عندي واغطيها بورق فويل وهدخلها الفرن. انتوا بقى حابين تدخلوها في الصينية اللي زي ما انتوا عاملين فيها، مفيش مشكلة عادي. بس انا حبيت ان انا احطها في طاجن بورسلين. انا كنت مسخنة الطاجن. هرص فيه الفراخ بقى، وبعد كده هنزل بالصوص بتاعي ده عليه وهغطاه بورق فويل وهدخلها الفرن بقى. الطريقة دي جميلة وسهلة وبسيطة وسريعة ومش هتاخد منكم حاجة على البوتاجاز. سهلة جدا. انا جهزتها وانا واقفة في ساعتها. هنزل بقى بالصوص بتاعي ده. بجد وللأمانة كانت جميلة، كان طعمها جميل جدا. يا ريت يا حبايب قلبي ما تنسونوش في اللايك. حطوا له اللايك الجميل بتاعكم. واللي لسه اول مرة يشوفني يا ريت سبسكرايب وتفعلوا الجرس. كده بقى الصينية بتاعتنا جاهزة اهي. على فكرة هي مش محروقة. هي بسم الله ما شاء الله جميلة جميلة جميلة. هناخد بقى شوية صوص كده. الصوص بتاعي جميل والليمون عطلها طعم حلو قوي. شايفينها بقى ما شاء الله جميلة ومستوية. جربوها وان شاء الله تعجبكم، وبإذن الله استنوني في فيديو جديد.